الاهلي لديه 7 مباريات، خلاص شيل مباراه الزمالك، فالاهلي عنده 7 مباريات. طيب يا باشا، ما الموضوع طلع سهل اهو، ما شيل مباراة الزمالك وعندك 7 مباريات وبكل بساطة عادي جدا. الموضوع طلع عادي اهو يا جماعة. احنا كنا مكبرين الموضوع قوي، كنا مكبرين الموضوع قوي وكبرنا في دماغ مجلس الإدارة وكله دعم المجلس الإدارة. الموضوع بسيط، عندك 7 مباريات وشيل مباراة الزمالك بس. 7 مباريات دون ترتيب، عندنا فاركو، عندنا بتروجيت، عندنا حرس الحدود، عندنا البنك الاهلي، عندنا بيراميدز، عندنا النادي المصري. فكروني مين الانديه كمان اللي موجوده في ال9 الكبار؟ باشا من غير ما تفتكر الموضوع سهل، مش جدول ولوائح وهتمشي عليها، ما خلاص. انت هو مش زعلان، ده انا اللي زعلان، انا اللي بقولها. وانا عندي بطوله افريقيا وعندي مباراه مهمه جدا مع الهلال ان شاء الله. وانا بكلمكم دلوقتي هناك مباراه وديه في ملعب التتش مغلقه تماما، رفض مارسيل كولر وجود اي حد يشاهد هذا اللقاء. الراجل معاه حق يقفل التدريب، ما يمشي خالص، يروح يكمل الاجازه هو مش عارف ايه اللي بيحصل عشان يفتح لك التدريب والتصوير. هتصور ايه وهتنيل ايه يا باشا في اللي احنا فيه ده؟ ما كفايه بقى يا عم، حرام عليكم والله. مباراة ودية ايه و7 مباريات ايه وافريقية ايه؟ ما ندعم الاهلي عنده الهلال السوداني المباراة اللي جاية. لازم ندعم الاهلي يا اخوان، لازم نخرس، محدش يتكلم ومحدش يقول ان احنا لا ورا الاهلي عشان الاهلي عنده افريقيا. كل الدعم المجلس الاداره والنادي الاهلي لحد ما نشوف اخرتها ايه. ولا انت عندك راي تاني يا كابتن احمد يا شوبير؟ طب اتفضل قول لنا رايك كده. فانا عندي مباراه مع الهلال، عندي مباراه عوده مع الهلال، وان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه مسيره الاهلي مستمره. مسيره الاهلي مستمره طبعا يا كابتن احمد. هي مسيره الاهلي هتروح فين؟ ما هي مستمره. كمل بس وقول لنا رايك في الموضوع بتاع مباراه القمه والازمه والدنيا واللجنه الاولمبيه. ايه رايك اللي انت قلت 7 مباريات وبتاع؟ عايزين نكمل بس نعرف هترسى على ايه. بس قول لنا احنا هنروح لمين. قناه الاهلي هي القناه الرسميه المعبره الفئويه عن النادي الاهلي، هي اللي هنعرف منها قرار النادي الاهلي في الموضوع. فقول لنا بس، ما تقوليش رايي ومش رايي ووجهه نظر، لا قول لنا بس، عرفنا ايه الدنيا. انا كراجل اهلاوي. ايوه انا عايز كده، انت كراجل اهلاوي اللي بتعبر عن وجهه نظرك. بس قول بس. اللي بتمناه واللي بامله ان انا العب ال7 مباريات بكامل فريقي، بفرقتي متكامله. ايوه قول لنا بقى اللي بتتمناه وبتامله، ان الاهلي يلعب ال7 مباريات الجايين بكامل الفريق. لان هقول لك ولا ايه؟ كمل، سيبه يكمل. واني لابد ان انا افوز بال7 مباريات باذن الله. مش حاجه مضمونه في عالم كره القدم، لكن دي وجهه نظري اني العب. وان انا كنادي اهلي انا عملت كل ما في وسعي عشان الفت نظر الناس ان هناك اخطاء كبيره جدا موجوده، وان المنظومه لابد ان تحدث فيها غربله شديده جدا حتى يعود النظام والانضباط الى كره القدم المصريه. لفت نظرهم؟ هم اتلفت نظرهم. اهم حاجه ان يكون اتلفت نظر الناس دي ان في اخطاء. ما هو عارف لو ما كانش اتلفت نظرهم ان في اخطاء هتبقى مشكله. انا بقول لك اهو، احنا عملنا كل ده وكل ما في وسع مجلس الاداره عملته عشان نلفت نظر الناس دي ان في اخطاء. اهم حاجه ان احنا نكون لفتنا نظرهم ان في اخطاء، والحمد لله هم شكلهم اتلفت نظرهم ان في اخطاء. فخلاص بقى احنا هنرجع هنلعب ال7 مباريات بكامل الفريق. هنقول لهم احنا اهو في الملعب اهو بنلعب بعد ما لفتنا نظركم ان في اخطاء. اي حد تاني هيكرر الاخطاء هنلفت نظركم مره تانية. انا بقول لك اهو. الاهلي خسر جوله ولم يخسر معركه. استنى بس يا كابتن احمد، بلا جوله بلا معركه. الاهلي قال لك الاهلي خسر جوله ولكن لم يخسر معركه. طبعا الاهلي ما خسر ازاي؟ ما احنا لفت ولا نكونش ما لفتناش نظرهم. اوعى يكون ما لفتناش نظرهم. لو ما لفتناش نظرهم انا هزعل وجمهور الاهلي هيزعل. انت قلت الاهلي عمل كل ده وكل ما في وسعه عشان يلفت نظرهم. ما تقوليش بقى الاهلي خسر جوله. احنا لفتنا نظرهم، والاهلي قال لك ايه؟ لاصلاح المنظومه الكرويه وعمل غربله وبتاع. طبعا انت ما شفتش الغربله. الاهلي غربل. الاهلي ما يوقفش على حد. انا مش بحفل على الاهلي ولا على مجلس كل الدعم لمجلس الاداره، ولكن اللي انتوا شايفينه احنا وراه. انا بقول لك اهو، لان انتوا لفتوا نظرهم واحنا معاكم ان احنا لفتنا نظرهم. كمل يا كابتن احمد. المعركه الكبيره هي نظام كره القدم في مصر، وده ان ده اللي يدل ان لسه في معركه كبيره. بيقول لك في معركه كبيره وهي نظام كره القدم واصلاح مش عارف ايه في كره القدم. فانت لما ترجع وتلعب ال7 مباريات ان شاء الله هنلفت نظرهم تاني وهنعلمهم ان ازاي الكلام ده. والاهلي خسر جوله حتى هذه اللحظه، الله اعلم في المستقبل هيبقى فيه ايه. ايوه قول لي كده بقى، قول لي كده. استنى يا كابتن احمد، قول لي كده بقى ان لسه في الجوله. انت خسرت الجوله لكن لسه المعركه مكمله، والله اعلم في المستقبل ايه اللي هيجري. ما حدش عارف، الله اعلم. قول لنا انت بقى ان شاء الله ايه الخطه اللي جايه او ايه المرحله اللي جايه. الاهلي ناوي يعمل ايه؟ قول لنا كده يا كابتن احمد. لكنه احيانا
بتخرج وانت متعور وتقول ماشي بس مش مهم، المهم ان انا بدات احط نظام لكره القدم في مصر. وهفكرك ده مش مهم تتعور، النسر ده يتعور بحته كده منه، يعني رجله اتجرحت بتاعه ونزف شويه دم، ولكن مش مهم، المهم اصلاح كره القدم. انت لو اتعورت حته كده سيكه بتاع خلاص، حته ششو بتاع وقطنيه وهتكمل، وان شاء الله المهم اصلاح كره القدم. احنا وراكم لحد ما تصلحوا كره القدم. طب هتعملوا ايه بقى؟ قول لنا، عايزين نعرف. هزيد من الشعر بيت. هتزيد من الشعر بيت؟ اتفضل زيد. هناك اتجاه او هناك راي، بلاش اتجاه، هناك راي انه الاهلي يلعب بمواليد 2005. ده انت استنى، ده انت كده هتزيد من الطين بله. انت ولا هتزيد من البله طين، ولا مش من الشعر بيت؟ يلعب كمان بالناشئين؟ لا عادي خلاص، ما الموضوع سهل. شيل مباراه الزمالك والعب السبعه، العبهم بالناشئين عادي، يزيد من الشعر بيت. اتفضل زيد، اتفضل يا كابتن احمد، احنا معاك. وانا ارفض هذا الراي تماما مطلقا. لا انت ترفض، كويس كويس ان انت ترفض، الحمد لله ان انت ده انت اللي ترفض، صح؟ ده رايك الشخصي ووجهه نظرك التي لا تمثل يعني قيمه ولا حاجه في مجلس الاداره، يعني ده رايك ان انت ترفض ان هو الاهلي يلعب بالناشئين في السبع مباريات. لانه تجربه طلائع الجيش كانت تجربه مريره بالنسبه لي وبالنسبه لكل الاهلاويه. تجربه مريره ليه؟ ما هي بطوله ملهاش لازمه، ما انت مشارك فيها عشان تجرب العناصر وعشان تشوف الدنيا واللعيبه تاخد حس المباراه. انت قلت كده برضه. تجربه مريره ليه؟ مريره، تجربه مريره ليه يا كابتن احمد؟ قول لنا. الولاد مش مستعدين كويس، الحاله مش على ما يرام، صحيح بلغوا قبلها ب 24 ساعه ولا 48 ساعه، الوقت كان ضيق. ده هم يعني قلنا لهم تعالوا كده قبلها ب 48 ساعه ولا 24 ساعه عشان الفريق الاول مش هيلعب. محدش عارف بقى، مارسيل كولر هو اللي قال انا مش هروح ومش هدرب في الرابطه دي ومش هقف على الخط في البطوله اللي ملهاش لازمه اللي انتوا بتقولوا ملهاش معنى دي، ولا مجلس الاداره اللي خد القرار الاداري بالمشاركه بالناشئين في مباراه طلائع. محدش عارف، بس هم الولاد يعني اتخطفوا كده، اتبلغوا قبلها فاتمرنوا كده على السريع وراحوا قدام طلائع الجيش، خسروا الثلاثه. وللاسف علي معلول كان بيشارك لاول مره باساسي بشاره القياده، ونشوف يعني الحاجه الوحيده اللي الواحد انبسط لها، ولكن هو زعل للاسف لان توقيت رجوعه ما كانش هو التوقيت المناسب لعوده علي معلول. ولكن خلينا بس نشوف هترسى على ايه. لكن الاهلي ما يلعبش في اي بطوله ايا كان الا انه على الاقل يكون شكله جيد، على الاقل يعمل اداء مشرف ويكون انت فوت اتغلبت من طلائع الجيش 3-1 فشكلك ما كانش جيد، صح؟ انت على الاقل يكون شكله جيد، يشارك في اي بطوله على الاقل. فانت لو شاركت في السبع مباريات بتوع الدوري وفزت لك منهم 6 ماتشات وما خدتش الدوري، انت نافست وبشكل جيد. فاديني بقول لك. وبالتالي على جماهير النادي الاهلي ان تعلم انه مجلس ادارتها الممثل ليها بيبذل قصارى جهده من اجل ان يكون النادي الاهلي دائما وابدا هو الرقم الصحيح في الرياضه المصريه بصفه عامه وفي كره القدم بصفه خاصه. استنى، على جماهير النادي الاهلي ان تعلم، انا هنا عايز اعلم، انا من جماهير النادي الاهلي والله، واحب اعلم حضرتك عايز تقول لي ايه. مجلس ادارتها بيسعى ان الاهلي يكون الرقم الصحيح في كره القدم بصفه خاصه والرياضه المصريه بصفه عامه. ماشي تمام، ايه الرقم الصحيح بقى؟ انت ما حضرتك مكسوف تقول رقم واحد حتى؟ انك تقول ان الاهلي رقم واحد في كره القدم بصفه خاصه وفي الرياضه المصريه بصفه عامه؟ ايه رقم صحيح دي؟ رقم صحيح ده كان اسم فيلم باين مش عارف، ولا كان اسمه واحد صحيح تقريبا، اسم فيلم. ايه رقم صحيح ده؟ ما تقول رقم، ولا هو في كسور يعني الاهلي رقم 1.1 في كرة القدم المصرية، ولا 1.5؟ ما تقول له رقم 1. ايه اللي جرى يا عم الحاج؟ ما انت بتقول رايك لسه من شوية وماشي كويس، ما تخليناش نتعصب بقى يا كابتن احمد. كمل يا كابتن احمد. اللي انا بقوله ده لا يعبر الا عن وجهه نظري انا الشخصيه اللي انا بتمناها. انا عارف والله، انت قلت لي من الاول ان دي وجهه نظرك وانا ماشي معاك عادي. قناه الاهلي والقناه اللي يمرر من عليها القرارات اللي الاهلي بيفكر يتخذها وان هم بيجسوا نبض الجماهير، انا عارف، انا مصدقك، بس هو وجهه نظرك مالهاش دعوه خالص بموضوع القرارات اللي هياخدها الاهلي في المستقبل. اتفضل بس. لان انا لما العب 7 مباريات واكسب باذن الله 7 مباريات، انا البطل الفعلي للمسابقه. استنى، الاهلي لما يشارك السبع مباريات اللي فاضلين في الدوري بالناشئين بقى، وانت مش موافق، بتقول انت مش موافق ان الاهلي يكمل بالناشئين وترفض هذا القرار مطلقا لما زدتنا من الطين بله ولا من الشعر بيت. فلكن انت الاهلي لو فاز في السبع مباريات هيبقى بطل هذه المسابقه الوحيد. هو الفرق كام بين بيراميدز والاهلي؟ الفرق كام؟ 7 نقط، وبين الزمالك والاهلي نقطه. فالاهلي يفوز السبع مباريات، ولو بيراميدز فاز السبعه وخسر بس من الاهلي فهيبقى السبعه بقوا 4 بس. فالاهلي هو بطل الدوري، بطل الدوري -4.
ما هيبقى سالب 4 نقط والاهلي ساعتها بطل الدوري، ولا انا مش فاهم؟ انا مش عارف. ولا بيراميدز يخسر مباراه فيبقى كده بدل 4 يبقى سالب 1، فمحتاجين بس بيراميدز يتعادل مباراه فنبقى متساويين في النقط، فساعتها يبقى متساويين، فبيراميدز ممكن يتعادل مباراه تاني. ولا الاهلي ساعتها في اخر الدوري يعيدوا مباراه الزمالك لما الاهلي يروح للكاس ويشتكي في الفيفا فيبقى 3 نقط جم جداد. ولا ايه يا كابتن احمد؟ انا مش فاهم، انا تهت منك والله. فالاهلي هيبقى البطل المسابقه الوحيد ولا الرقم الصحيح ولا؟ ثانيه واحده يا كابتن احمد عشان اجيب بس الفيديو نكمل. وانا كده ضامن ان انا موجود في البطوله الافريقيه. اقول لي كده بقى، اقول لي كده، انت بتشارك عشان تروح البطوله الافريقيه ورقم 1 في الدوري وهتاخد بطل المسابقه؟ طب ازاي يعني؟ ماشي، هتروح افريقيا وهتبقى بطل الدوري لو لعبت السبع مباريات، الاهلي هيرجع يلعب في السبع مباريات ومش هينسحب يعني؟ ولا ده القرار؟ ولا دي وجهه نظرك؟ ولا هو جمهور الاهلي ملوش اهلي يسالوا عليه يا جماعه؟ يعني احنا انا هتكلم جد ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. والله جمهور الاهلي يعني كتر خير. الفتره اللي فاتت دي فتره، انا ليه بتكلم يا جدعان بالصيغه دي والبتاع ده؟ اتكلم بس نضحك احسن. وانا كده بقول للناس انا اخدت موقف وانا موجود اهو في الملعب وانا بكسب وبرد. تضحك بقى، ما هو ده الضحك ده بقى، ده الكلام الكويس. بلا جمهور الاهلي بلا بتاع، انا خدت موقف وبلعب اهو، انا في الملعب اهو، انا في الملعب وبوريكم ولفتت نظركم ورجعت وكسبت السبع مباريات. مش هبقى بطل الدوري، هبقى بطل الدوري عافيه واقتدار. انا بقول لك اهو، انا رفاعي يالا ولا؟ ما هو حقكم يا جماعه جمهور الزمالك، براحتكم بقى يا باشا، اتبسطوا اتبسطوا اتبسطوا. احنا بنقدم لكم حاجات والله تبسطكم والله في ايام مباركه يعني، كل سنه وانتم طيبين. فبقى ما لعبتش ليه في ماتش الزمالك وقلت انا في الملعب اهو، سواء كسبت ولا خسرت، وبعد ما طلعت قلت انا في الملعب وانا عملت وانا سويت، وحتى ما كانتش فارقه انت كسبت ولا خسرت، كان هيبقى لسه الفرق بس 3 نقط رجعت اتكلم جد تاني يا جماعه، كبر دماغك. وانا بستعد بشكل جيد للبطوله الافريقيه، وانا بستعد بشكل جيد لكاس العالم للانديه. دي وجهه نظري انا الشخصيه، وبقولها على مسؤوليتي الشخصيه، وبقولها عن قناعه تامه. لانه كاهلاوي او كاي اهلاوي ما يحبش ان فرقته تخسر، ما يحبش ان انا انزل قدام اي فريق وانه تحصل خساره او الشكل اللي ما كانش جيد امام طلائع الجيش. هو طلع بيتكلم في الاخر على طلائع الجيش مش على ماتش الزمالك يعني هو ده حاجات من المضحكات برضه. وقال لك ده كله في الاخر بيزعلان على بطوله الرابطه اللي قال لك الاهلي بيشارك فيها كده عشان اي كلام يعني. ولكن زعلان ان الاهلي خسر من طلائع الجيش، ومش زعلان ان الاهلي خسر 6 نقط وخسر 3-0 من الزمالك. طب ما كنت نزلت وخسرت عادي منهم، ولا انت ما كنتش هتزعل لو الاهلي كان نزل ولو كان كسب كمان الاهلي ساعتها؟ كنت تطلع بنرجع برضه نعيد ونتكلم تاني. موضوع صعب. دي وجهه نظري وده رايي المتواضع. انت قلت لي والله انها وجهه نظرك ورايك المتواضع وان انت مقتنع بالكلام ده وانا مصدقك. اللي بقوله للناس كلها وبقوله من خلال وجودي في قناه النادي الاهلي. من خلال وجودي في قناه النادي الاهلي، فما تقعدش تقول لي بقى وجهه نظري ورايي وبعبر عنه وعلى مسؤوليتي الشخصيه. في الاخر انت على قناه الاهلي يا كابتن احمد يا شوبير، بتضحك على ايه؟ اتمنى ان ده يحصل، لكنه في النهايه هناك مجلس اداره والمجلس له قرارات. طبعا هناك مجلس اداره والمجلس له قرارات والمجلس سيد قراره. ونحن في كل الاحوال بنساند المجلس وبنساند قراراته. ونحن في كل الاحوال بنساند المجلس وندعم مجلس الاداره ونساند قراراته. وشكرا لكم على هذا العبث الغريب العجيب على النادي الاهلي الذي لم نره من قبل. هذا ما لم نسمع به في ابائنا الاولين. يا جدعان يا جدعان، الاهلي هيرجع ومش هينسحب. يا ريت تقولوا لي رايكم في الكومنتات، هل انت مع ولا ضد رجوع الاهلي للمشاركه في الدوري بالناشئين او من غير الناشئين؟ ان الاهلي اصلا يرجع يكمل الدوري العام ويقول لك هيفوز 7 مباريات وهيبقى بطل الدوري. فايه رايكم في الكلام ده؟ يا ريت يعني تعرفوني رايكم على الدعم اللي دعمتوه لمجلس الاداره. وانا كنت واحد من الناس دي، ما تفكرش ان انا كنت ضد القرار، انا كنت ضد القرار ولكن مش بهاجم. ماشي، انت عايز تعمل كده وقلت هتجيب حق، ماشي اعمل اللي انت عايزه. ولكن حته دعم ومش دعم وانا وراك كلنا وراك يا خطيب، انا ما عملتهاش. انا بقول ان انا ورا الاهلي، ورا هذا الشعار وفقط. لا نشجع اشخاص ولكن نشجع الكيان، ولا نشجع البطولات. احنا بنشجع الكيان الاهلي. البطولات بتيجي عن طريق اسم الاهلي وشعار الاهلي، مش عن طريق الاشخاص ولا حتى اللعيبه اللي بتلعب. هي مجرد اسباب وادوات اللي الاهلي من خلالها بياخد البطولات. ورجعنا نتكلم جد تاني. والله انا مش اصل لو اتكلمت جد الفيديو ده هيبقى شكله وحش وانا هبقى شكلي وحش.
فيا ريت يعني بعد هذه القرارات وصدور اللجنه الاولمبيه برفضها لشكوى النادي الاهلي دلوقتي قال لك هنشوف الاستئناف بتاع اتحاد الكوره، وبعد كده هنصعد للكاس ومش هنصعد للكاس، وفي خلال هذه الايام القليله القادمه سوف نعرف هل يشارك الاهلي ام لا. طيب لو الاهلي انسحب بقى، لو الاهلي ما لعبش ولا بالناشئين ولا بالكبار وما كملش الدوري اصلا وانسحب، هل هتفضل تدعم مجلس الاداره انه انسحب وما كملش في الدوري بغض النظر عن العقوبات الماليه والماديه والمعنويه اللي هتقع على النادي الاهلي، ولا مش هتدعم مجلس الاداره تاني؟ طب لو كمل هل هتدعم ولا هتبقى ضد؟ ولا الموضوع زي ما بقول لك والله حاجات ما شفناهاش قبل كده. فيا ريت تقول لي رايك في الكومنتات عشان انا مش هتغلط لوحدي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل عام وانتم بخير.